يا مساء الخير على حضراتكم متابعينا متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24. احنا موجودين النهاردة في أول ظهور لشقيق نورهان فتاة محافظة بورسعيد اللي بتنتظر جلسة النطق بالحكم يوم 18 واللي بتواجه جزاء إحالة أوراقها لمفتي الديار المصرية. النهاردة أحمد حابب يطلع يتكلم مع الناس في عدة أمور، هنلتقي بيه وهنعرف احمد حابب يقول ايه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلم يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخو نورهان. اتكلم. اسمك ايه؟ انت مين؟ انا اسمي احمد. انا اخو نورهان. الحادثه اخو نورهان تبع الحادثه بتاع برفان. انا النهارده كنت حابب اطلع اتكلم في نقطه اللي هي ان اختي بريئه. اختي ما تعملش كده. قول لنا بقى يا احمد، قول لنا. اختي قول اللي في قلبك يا حبيبي، قول اللي في قلبك. ثانيه عيد من الاول، معلش. ثانيه كده. قول يا احمد. بص حبيبي، ثانيه بس عيد من الاول، معلش. اظبط شويه حاجات واتكلم. واتكلم قول تاني. لنا انت ليك رساله تقولها عيد للناس. شويه، افكر شويه حاجات واتكلم تاني. طب اطلع منه، معلش. اطلع منه قبل ما اظبط شويه حاجات، معلش. هات كده. ما شاء الله. احمد طب احكي لنا يا احمد عن علاقتك باختك. احكي لنا عن علاقتك باختك. اطلع منه، معلش. طب اطلع منه ثانيه قبل ما اظبط حاجه. طب قول لنا ايه الرساله اللي انت عاوز تقولها يا احمد؟ ايه الرساله اللي انت عاوز تقولها؟ احمد، خليك معانا كده ثواني. احمد بعد اذنك. بص، احنا مقدرين ظروفك ومقدرين انك اول مره تطلع للاعلام، ومقدرين ان انت ممكن تكون مش قادر تتكلم، ولكن الناس كلها محتاجه تسمع منك انت، لان هي لحد دلوقتي لاخر وقت معلقه سلسله في رقبتها فيها صورتها وصورتك. احمد، انت اكتر واحد تقدر تتكلم عن نورهان. اتكلم يا احمد. السلام عليكم. انا احمد اخو نورهان. انا كنت حابب بس اطلع واوضح رساله قدام الناس. انا اختي ما تعملش كده. اختي مظلومه. اختي وقعت في ضغوطات كتير وكانت متهدده وكل الكلام ده. كل اللي حصل، كل اللي هي فيه بسبب الوقت ده بسبب خوفها علينا. هي ما قدرتش تتكلم وما قدرتش تعمل حاجه. انا اختي ما تستحقش الاعدام. اختي ما كانتش تعرف ان كل ده هيحصل اصلا. واختي عمرها ما تقتل اصلا ولا تتفق على قتل حد. وهي يعني هي هتتفق على قتل حد، وامها كمان. اتكلم يا احمد. اتكلم، سامعينك. قول لنا، احكي لنا يا احمد كده عن علاقتك بنورهان، علاقتك باختك. احكي لنا، طلع اللي في قلبك يا حبيبي. نورهان ما كانتش تعتبر اختي بس. نورهان كانت تعتبر امي التانية. يعني الفترة الأخيرة أمي نزلت هي اللي كانت واقفة جنبنا، وهي اللي كانت بتساعدنا، وهي كانت مهتمية بآدم، وكانت مهتمية بالنادي بتاعه، وكانت مهتمية بيا. وأنا كنت برجع من الشغل بالليل كانت بتفضل صاحية لحد ما أوصل. كنت برجع الفجر. أنا أختي عمرها ما تعمل كده، وأنا طالع حابب أوصل رسالة إن أنا أختي بريئة. أختي ما تعملش كل ده، ولا عمرها تتفق على قتل حد. أختي ما حدش يعرف هي كانت بتحب أمي قد إيه. علاقة أمي وأختي مش علاقة أم وابنها. هما الاتنين صحاب واخوات واكتر من كده كمان. يعني محدش عاش معانا جوه البيت اصلا. ما كانش في مشاكل ولا كان في اي حاجة. احنا كأسرة كنا متماسكين ببعض جدا وما كانش في اي حاجة. كل اللي حصل ده اصلا بسبب ضغوطات وتهديدات
ان اختي بريئة، واختي عمرها ما تعمل كده، اختي مظلومة. انا طالع استسمع حضرة القاضي، مش هنقدر نعيش من غيرها والله. يعني من ساعة اللي حصل واحنا مش بنعرف ننام والله. يعني من ساعة اللي حصل ده واحنا مش مستوعبين اصلا اختي ما تعملش كده. اختي بريئة وبعتت لنا جوابات ورسالات وكل الكلام ده، بعت ان هي ما كانتش تعرف ان كل ده هيحصل، والولد دخل وغدرها وكل الكلام ده. اختي وكل اللي كانت فيه ده من خوفها علينا، ما كانتش تعرف ان كل ده هيحصل. وكمان عشان الولد ما يأذيش اخوها ادم الصغير. ادم كان واقف تحت. احمد، احنا لو جينا قلنا لك اختك معلقه في رقبتها سلسله عليها صورتك، ودايما بتعتبرك بمثابه ابنها مش مجرد اخوها، لو انت دلوقتي نورهان قدامك وانت عايز تسمعها صوتك هتقول ايه؟ انا عايزها تطلع. اختي بريئة ما تعملش كده. اتكلم. علاقتي باختي ما كانتش مجرد علاقة اخ باخته. مم. يعني اختي كانت بتحبني جدا، وكانت بتحب اخوها الصغير وبتخاف علينا، وهي عموما وبتحب مامتها وكل ده. هي عموما عمرها ما اتفرط في دم امها عشان حاجه، هي عمرها ما كانت هتقف على دم امها اصلا. وانا علاقتي باختي علاقه كويسه يعني، وكانت بتخاف عليا، وكل اللي حصل ده بسبب خوفها عليا. هي كانت خايفه من التهديدات ومن الكلام ده كله. انت عايش ازاي يا احمد الفتره ديت بقى؟ دي فتره كانت صعبه، يعني ازاي نورهان فرقت في حياتكم؟ احكي لنا بقى ازاي نورهان فرقت معاك. نوران من ساعه اللي حصل ده ما بعرفش انام والله، ولا حد في البيت بيعرف ينام اصلا. وماما الله يرحمها لو كانت عايشه ما كانتش هتسمح بحد يتكلم عليها كلمه.